بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ويكون الجو عندكم احسن من عندنا ان شاء الله. آه احنا النهارده هنعمل طبق، يعني طبق اللي دايما بنحطه جنب اي اكل عندنا. وساعات بيبقى عشاء، ساعات بيبقى فطار، لانه اولا مفيد جدا، وكمان خفيف، واحنا بنعمله بطريقه يعني اخف شويه من انه يبقى سلطه، عشان هو في نوع ممكن يبقى سلطه، ممكن يبقى طبق خفيف شويه زي يبقى طبق جانبي، او حاجه تنفع للعشاء او للفطار. هنعمل اللي هي البابا غنوج، بس المرة دي هنعمله بطريقة يعني صحية أكتر وبطريقة خفيفة. احنا أول هنجيبه فلفل الألوان ونشويه، نحطه في الفرن يتشوى. وبعد ما يتشوى نقشره زي ما حضرتك شفتي كده في الأول وأنا بقشره. هنقشره ونقطعه يعني قطع صغيرة. وبعدين نجيب بقى الباذنجان ونشويه، ايا كان بقى فوق او في الفرن زي ما انت عايزه، الطريقه اللي انت بتحبيها اكتر، فوق على العين او في الفرن. ونقشره برضو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده احنا بدأنا دلوقتي بنزل منه الميه بتاعته، عشان الميه دي بتخلي يعني في طعم مش حلو، وبتخففه جدا، وبتخفف له الاضافات اللي احنا بنحطها بعد كده. وطبعا لو كنت اول مره تشوفيني، يا ريت تدوسي اشتراك، وتدوسي زر الجرس، وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي لايك على الفيديو عشان يرتفع. احنا هنبتدي اهو دلوقتي. حطينا بقى الفلفل الالوان اللي احنا شويناه وقشرناه وقطعناه على البدنجان اللي شويناه برضو وقشرناه وهرسناه بالسكينه كده. انا عملته بالمخرطه بتاعه الملوخيه، لاني لقيت اني يعني دي هتبقى اسرع معايا في التقطيع. وبعدين كملت عليه بالسكينه. بعد ما قطعناهم وخلطناهم ببعض، حطينا بقى طبعا اللي هي الاضافات بتاعتهم، الملح، ونحط شويه كزبره ناشفه وشويه كمون بسيط، يعني ممكن كمان نلغي كمون، في ناس ما بتحبش طعمه، انا منهم. ونحط شويه خل وشويه زيت وليمونه. وكل ده تقريبا زي بابا غنوج العادي، بس احنا بنزود عليه ان هو ما بيبقاش فيه توم. انا ما بحطش فيه بقى في المره دي توم. انا ممكن احط معلقه هريسه شطه، لكن انا ما بدقش توم واحطها، لان انا في العادي في بابا غنوج العادي بدق توم كتير جدا مع فلفل وبنحطه عليه. لكن دي يعني طريقه اخف شويه، عشان ممكن تتعمل عشاء او فطار من غير ما ريحه التوم او طعم الخل الجامد والكلام ده يبقى تعبنا. فانا بحط حبه خل صغيرين جدا وعصره ليمونه واحده وشويه طحينه برضو مش كتير قوي، برضو طحينه بقى حسب الرغبه. وبحطش توم، بحط معلقه هريسه شطه، او ممكن نسيبها خالص عشان ما تبقاش حاميه. لو بتحبيها سبايس تحطي هريسه الشطه، ما تحبيهاش سبايس تحطي حبه توم صغيرين، فص واحد تقريبا. وبنقلب الطبق ده جامد مع بعض كده، يختلط كويس قوي مع بعضه. وزي ما انت شايفه كده بيبقى طبق في منتهى الروعه. ممكن يبقى طبق جانبي على السفره، ممكن يبقى طبق رئيسي مع شويه بطاطس محمره واتعمل أكلة حلوة حرشة كده. بيبقى طبعا حلو قوي. وانا وريتكم هنا، بوريكم اللي هي القشطه بتاعت اللبن. انا بحوشها بحطها على نار هاديه، بوريكم النار بتاعتها بتبقى ازاي. وبحط الشياطه عشان ما تحرقش، وبنسيبها طبعا تغلي، هتاخد وقت، هوريها لكم بعد كده. عملنا جنب البابا غنوج يوميها السمك مشوي ومقلي، وانا عملتها معاكم قبل كده، ما رضيتش اقعدها لكم. واهو الطبق الجميل اهو، ويا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.